على الإنسان أن يجتهد في أن يراقب ضميره وأن يراعي لسانه، فإن استقام له ذلك استقامت له حياته وصحت له آخرته، ولا يشنع على ذلك بقول قائل. فإن كان ذلك كذلك فكيف يتكلم في الناس، في الشيوخ أو غير الشيوخ أو ممن يقال لهم شيوخ، كيف يتكلم في هؤلاء؟ وهذه الآثار كلها إنما هي في إمساك اللسان إلا عن خير، فالجواب هذا خير، بل هو أصل الخير. وأنت إذا جاءك إنسان فاستنصحك وقال لك أريد أن أبني بيتا وإني أريد أن أذهب إلى فلان ليبنيه، فما ترى؟ إن كنت تعلم أن هذا البناء ليس هناك فإنك تقول له لا، دعك من هذا فهو لا يصلح لك. وإن استفصل السائل فصل له المسؤول، يقول له سيغش ويماطل ولن يؤدي لك ما تريد على الوجه الذي تريد، ولكن اذهب إلى فلان، هذا جرح وتعديل. بل تكون أنت مع أخيك في السوق فتريد أن تشتري كيلوين من الطماطم، فتريد أن تعرض على بائع، يقول لك لا، ابتعد عن هذا، إنه لا يخسر الميزان وبضاعته رديئة وليس هناك، ولكن عليك بهذا البائع الذي تراه، فإنه رجل أمين وعنده إسلام، فتأخذ بكلامه. تقبل الجرح والتعديل في الطماطم ولا تقبله في الدين. إنما يقال فلان وهو يضل الناس ويحملهم على البدع، فيحذر منه أهل العلم بعلم وحلم. يقول من يقول كيف تتكلمون فيه وهل تكلمنا فيه؟ إنما تكلم في نفسه، ومهما تكلمنا فيه بحق فهو لازم وحق، ومن سكت أثم. لو اشترى أخوه تحت عينيه كيلوين من الطماطم من بائع غشاش لا أمانة عنده، ثم وجد غشه بعد أن ذهب إلى بيته فعاد القصة عليك، فقلت له والله كنت أعلم ولكني لم أخبرك تورعا، أتكلم في بائع الطماطم؟ حرام. أفأدل على غشه؟ أفأحذر المسلمين منه؟ لابد أن يغضب منه صاحبه، يقول بل أنت الذي غششتني إذ لم تحذرني من غشه. وكذلك إن علمت الخطأ والبدع في قول القائلين في الدين لابد من بيانه بعلم وحلم، وإلا فأنت أيضا غشاش وساع في ضلال وتبديع المسلمين. فلا يعكر ما مر ذكره على هذه القواعد الشرعية المرعية الموصلة على الكتاب والسنة. وأما الذين يحرفون بما لا يعرفون ويقولون إن الجرح والتعديل علم صار تحت أطباق الثرى، فهؤلاء إما غافلون وإما مغفلون وإما غشاشون للأمة. وأما الذين يقولون إن الإنسان يسأل عن الجرح والتعديل في القبر إذا جاءه الملكان، فهؤلاء حمقى ومجانين. وأما العدل والصواب فهو أنه ماض إلى يوم القيامة بعلم وعدل وبدون أن يتطاول الصغار، فليقف كل عند حده، وإياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام،
ينبغي على الإنسان أن ينقل عن العلماء وأن يتوقف عند حدود ذلك وأن يؤدي بحلم وعلم، وإلا فليستعمل أحاديث الصمت. سوف نبقى هنا كي يزول الألم